ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتطرق فيها إلى حل لمشكل عدم ظهور الفلاش ميموري في الحاسوب. مثلا هنا أنا قمت بإيصال الكلي USB أو يعني أي طريقة ممكنة، يعني حتى ال SD card تعمل عليها بنفس الطريقة. أي ديسك تقوم بإدخاله إلى حاسوبك ولم يظهر عندك هنا، بشرط أنه تسمع صوت دخولها أو تظهر لك العلامة هنا. المهم أن عندما تقوم بإدخال الفلاش أو ال SD card إلى الحاسوب تسمع صوتها المعروف، ولكن لا تظهر هنا. المشكلة عندك هو أن الحاسوب لا يعطيها حرف كما هو موجود هنا في الديسك، هارد ديسك. فالهارد ديسك أنا عندي اثنين، عندي حرف سي ودي. فالفلاشة كان من الإمكان أنه يعطيها حرف أ، لكن لم يعطيها حرف، وبالتالي لم تظهر. وطريقة سهلة جدا، أولا ندخل إلى هنا، نقوم بالضغط بالزر الأيمن ثم نختار مانجمنت. ستظهر لنا هذه القائمة، ستظهر لنا هذه النافذة. نقوم في storage، نقوم باختيار هذا الاختيار ديسك مانجمنت، ثم ستظهر لنا الفلاشات. لاحظوا معي الفلاش هنا، هذا هو الفلاش اللي لم يظهر كما تشاهدون هنا. تقريبا 4 جيجا، وهذا ديسك سي وديسك دي. فكما تشاهدون الفرق هنا أنه لم يعطيها حرف، لذلك لم تقم بالظهور. الحل هو أنك تضغط هنا حتى تصبح باللون الأزرق، ثم بزر الفأرة الأيمن نختار Change Driver Later، ثم هنا نقوم بعمل Add، ثم Assign. سوف نختار الحرف اللي نريد، مثلا أنا سأختار حرف Z، ثم أضغط OK، وبضغطة زر واحدة ستظهر لنا الفلاشة كما تشاهدون. سنعود مرة أخرى إلى هنا، سنجد أن الفلاشة عادت إلى العمل. أتمنى أن يكون هذا الموضوع قد نال إعجابكم، وأنه حل لمشكل عدم ظهور الفلاش ميموري. أتمنى إذا أعجبكم هذا الموضوع لا تنسوا لايك أو شير للفيديو، ومتابعتنا على القناة في يوتيوب بضغط على زر سبسكرايب. وشكرا، ونلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله.